ألف مبروك لنادي الزمالك. وألف مبروك لجماهيره ومجلس إدارته ولاعيبته. وهنحلل مباراة الزمالك وأرتا سولار. مباراة كان فيها أخطاء جسيمة من خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك، واللي بدأ المباراة بشكل خاطئ جدا، ويعني بداية كارثية من أوسوريو، وعلى إثرها تلقى نادي الزمالك هدف في الدقيقة 15. وهنشوف مشاكل نادي الزمالك في الشوط الأول وإيه اللي حصل واتصححت في الشوط الثاني، وبنبارك نادي الزمالك تاني وتالت على التأهل. خوان كارلوس أوسوريو بدأ المباراة بطريقته المعتادة اللي هي 3-4-3 بتشكيلة بتضم محمد عواد في حراسة المرمى، عمر جابر، مصطفى الزناري، حمزة المسلوسي، وأحمد فتوح، وقدامهم نبيل عماد دونجا وشيكابالا وزيزو ومصطفى شلبي. وفي الهجوم 2 مهاجمين، ناصر منسي وسيف الدين الجزيري اللي هو بيضم كمهاجم ثاني. وابتدى المباراة لنادي الزمالك بالتشكيلة دي، وده طبعا كان عامل جاب كبير في نص الملعب. وانا في وجهة نظري ان مشكلة نادي الزمالك الكبرى كانت بتتلخص في نص الملعب، وان مفيش لعيب بينزل يستلم من نص الملعب مثلا زي ما يوسف اوباما نزل في الشوط الثاني. كانت المنطقة دي كلها منطقة فاضية خالص، فرق كبير ما بين الدفاع وخط الوسط، وده اللي مكن لعيبة أرتا سولار من ان هم ينطلقوا من على الاجناب في اكتر من كورة. كانت الكرة الأولانية في الدقيقة 9 تقريبا، وانطلق اللاعب من على الناحية الشمال ووصل بيها، ولكن لعبها غلط، شاطها في الجون، وكان في 2 معاه، لو كان مرر لأي حد فيهم كانت ممكن تبقى هدف أول. واستمر الموضوع ده لحد الدقيقة 15، وانطلق اللعيب برضه وعمل العرضية وسجل أرتا سولار الهدف الأول بتاعه. ويعني كان خطأ غريب جدا، ومش عارف ازاي أوسوريو غابت عنه حتة زي دي، وانت نازل المفروض ان انت نازل عايز تكسب باكبر عدد من الاهداف. ازاي ما فيش لعيب خط نص يصنع لعب وينزل يستلم من المدافعين بتوع نادي الزمالك في الشوط الاول ما كانوش عارفين يطلعوا بالكوره، وكانت كلها كورات طوليه، ودي كانت مشكله كبيره جدا. في الشوط الثاني نزل يوسف اوباما، وانا في رايي ان يوسف اوباما هو اللي قلب المباراه. يعني يوسف اوباما نزل عمل توازن في الملعب، نزل ملى الحته دي بالظبط كده. ابتدى ينزل يستلم الكوره، ابتدى اوسوريو برضو يعني فطن لحته معينه، وان هو قرب المسافات من بعضها ما بين اللعيبه. واوباما ابتدى ينزل في المنطقه دي كده في نص الملعب على الدايره عشان يستلم الكوره ويوزع لزمايله، وده طبعا يعني ساهم في ان نادي الزمالك سجل 4 اهداف في الشوط الثاني، وكان ممكن يسجل اكتر من 4 اهداف بكتير. يعني الحقيقه ان فريق ارتا سولار فريق متواضع جدا. يعني اوسوريو بطريقه لعب غلط في الماتشين، او في الماتش الاولاني وفي الشوط الاول من الماتش الثاني، مكن الفريق من ان هو يسجل 3 اهداف في نادي كبير زي نادي الزمالك، وده يعني كانت حاجه غريبه جدا. اللعيب اللي عايز اتكلم عنه بصراحه هو احمد زيزو. زيزو يا جماعه لعيب كبير جدا، لعيب من احسن لعيبه في مصر بصراحه. ويعني زيزو بيفرق جامد. زيزو لعيب كبير جدا بيصنع الفارق، وده احنا شفناه طبعا النهارده في الماتش بتاع ارتا سولار. وزيزو مش محتاج اننا نتكلم عنه، يعني زيزو صانع الفارق بقاله اكتر من 3 سنين مع نادي الزمالك، وعامل فرق رهيب جدا. يعني اللعيب التاني برضه اللي عايز اتكلم عنه هو مصطفى شلبي. مصطفى شلبي بيأدي اداء رائع جدا. مصطفى شلبي عامل اداء مع نادي الزمالك وواخد الجبهه الشمال دي كلها لحسابه. مصطفى شلبي عامل اداء اكثر من رائع بصراحه يعني. ويعني اشاده، مصطفى شلبي لعيب يستحق الاشاده، لعيب اكثر من رائع مصطفى شلبي، بسم الله ما شاء الله عليه. يعني ربنا يبارك فيه ويحميه. يعني بس انا عايز اتكلم عن مشكله هتواجه نادي الزمالك في الموسم ده، واتمنى ان هي ما تاثرش عليه. نادي الزمالك مشكلته كلها بتكمن في نص الملعب. نص ملعب نادي الزمالك ما عندوش ديفندر قوي، وفي نفس الوقت صانع اللعب زي يوسف اوباما دايما مش هيبقى في مستواه. يعني هي دي المشكله. يوسف اوباما بقاله ماتشين بسم الله ما شاء الله عليه هو صانع الفارق جدا، ولكن يوسف اوباما مش هيفضل يلعب طول الموسم. يعني كان نادي الزمالك محتاج طبعا لعيبه ومحتاج تدعيمات، ولكن هو موضوع غلق القيد ده هو اللي اثر على نادي الزمالك بصراحه بشكل كبير جدا. عموما الف مبروك لنادي الزمالك، وربنا يوفقهم يا رب، ونشوفهم في نهائي الكونفدراليه، ونشوفوا حمل اللقب ان شاء الله باذن الله.